أسوأ كارثة حصلت في العالم. تخيل كده ان انت طول حياتك تبقى مش عايش غير على نوع واحد بس من الاكل، فطار غدا عشاء، وفجأة النوع ده يختفي. ده اللي حصل في ايرلندا سنة 1845. اهلا بيك في مجاعة البطاطس، الكارثة اللي دمرت اوروبا زراعيا وغيرت خريطة السكان فيها. ايه بقى الموضوع بالظبط؟ أيرلندا في نص القرن ال19 البطاطس هي كانت الأكل الأساسي الوحيد لعدد كبير من السكان هناك. حوالي نص سكان البلد عايشين على البطاطس. سكان البلد في الوقت ده كانوا 8.5 مليون نسمة. أنا عايزة أقولك إن بسبب البطاطس اتضاعف عدد سكان أوروبا من سنة 1750 ل 1850. أنت مش متخيل الناس بتقدس البطاطس إزاي، حاجة كده زي تقديس الإيطاليين للباستا أو المكرونة. هنعمل عنها حلقة. هتقولي معلش سؤال، هما ليه بياكلوا البطاطس بس؟ فين الخضار؟ فين اللحمه؟ فين السمك؟ فين الفراخ؟ فين الفاكهه؟ اقول لك مفيش. بريطانيا في الوقت ده كانت محتله ايرلندا، وطبقا للقوانين البريطانيه بيتم تصدير اي محاصيل زراعيه، حبوب ومواشي بره ايرلندا. هتقولي الله، طب ما يزرعوا الارض بتاعتهم، يزرعوها بقى الحاجه اللي هم عايزينها. اقول لك ما انت ما تعرفش اللي حصل. بريطانيا أول ما احتلت أيرلندا نزعت ملكية الأراضي الزراعية من سكان الأيرلنديين واديتها للإنجليز والاسكتلنديين. يعني أنت أيرلندي صاحب أرض، نمت صحيت من النوم لقيت إنجليزي واخد الأرض بتاعتك ومشغلك فيها ومخليك تأجرها منه، وكمان تدفع له عليها فلوس، والإيجارات كانت عالية قوي. ده غير كمان الإنجليز كانوا بيعملوا مشاريع كبيرة بتحتاج شغل شاق جدا لساعات طويلة، وكمان كان سكن العمال بعيد جدا عن المشاريع دي، وكان العمال كل يوم بيضطروا ان هم يمشوا لحد الشغل، وده كان سبب في وفاة توماس ميلون. توماس كان بيمشي كل يوم 18 كيلو عشان يوصل الشغل بتاعه. يوم في التاني في التالت توماس ما قدرش وانهار وتوفى، وساب وراه زوجة و6 أطفال. وسط كل الظلم اللي الناس دي عايشة فيه حصلت كارثة، قال يعني هم كانوا ناقصين. سنة 1845 وأثناء حصاد محصول البطاطس الفلاحين لاحظوا حاجة غريبة، كل محصول البطاطس بقى لونه بني ودبلان وفي ريحة عفن جامدة جدا في المزرعة. ساعتها الفلاحين ما كانوش عارفين هو ايه اللي في البطاطس ده. عامة احنا هنسميه الآفة، حاجة كده شبه الكورونا لما جات لنا. احنا كنا في الأول مش عارفين دي ايه فكنا مسمينها الدور اللي ماشي. هم عملوا كده، سموها عامة الآفة. حتة ان المحصول كله بتاع البطاطس يبوظ دي مصيبة، لان هم مش بياكلوا حاجة غير البطاطس. فالناس اضطرت انها تعمل ايه؟ اضطرت ان هي تاكل البطاطس وهي معفنه. طبعا اللي اكل البطاطس دي في اللي بطنه وجعته جدا واتصاب بامراض مزمنه في الجهاز الهضمي، وفي اللي توفى. خليني اكلمك شويه عن العفن ده. العفن اللي ضرب الارض كان عباره عن فطر اسمه فايتوفثورا. الفطر ده ظهر سنه 1843 في الولايات المتحده، هي السبب. اتنقل بقى الفطر ده لاوروبا لما المزارعين عملوا تهجين البطاطس المحليه مع الانواع الامريكيه. فكون ان انت تنقل حاجه من بيئه لبيئه تانية دون النظر الى المناخ، ده يعمل لك مشكله. وده اللي حصل اكشلي. الفطر ده ما كانش نشط كفايه في امريكا عشان المناخ بتاعها، لكن المناخ في اوروبا مختلف. فصل الصيف ممطر والجو رطوبه، وده ساعد ان الفطر يتوغل وينتشر. مش بس في ايرلندا، ده كمل على بقيه القاره الاوروبيه وعمل كوارث. عندك بلجيكا فقدت 87% من محصول البطاطس، هولندا فقدت 70%، اما المانيا وفرنسا ففقدوا خمس المحصول. هتقولي بس ثانيه واحده، هي مش بريطانيا محتله ايرلندا؟ فين بقى بريطانيا من كل اللي بيحصل ده؟ انا عايزه اقولك ان اصلا الانجليز كانوا عارفين ان الفطر ده بينتشر وكانوا بيتابعوا التقارير بتاعه الاراضي الزراعيه، يعني كانوا عارفين ان في كارثه هتحصل في ايرلندا، بس هم اختاروا ان هم يسكتوا. مش بس كده، ده كمان بريطانيا بقت تذيع في الاخبار بتاعتها وتقول ان الايرلنديين دول كسلانين ومتدلعين ولا شغل ولا مشغله وباعوا ارضهم. كانت بتقول الكلام ده بس عشان شكلها يبقى حلو قدام العالم، لان تقريبا كل الدول اللي اتصابت اتهزت شويه اقتصاديا. ايرلندا الوحيده اللي دخلت في مجاعه وكان الناس فيها بتموت. انت عندك حوالي مليون بني ادم اتوفى، ومن 2 ل 3 مليون هاجروا وهربوا بره ايرلندا. الكارثه دي غيرت خريطه سكان اوروبا. انا عايزه اقولك ان بريطانيا مش بس كانت بتسوق شكل سكان ايرلندا قدام العالم كله، لا، دي كانت بتقول ان المجاعه دي عقاب من ربنا ليهم عشان الذنوب اللي هم بيعملوها. ومش بس كده، دي كمان كان اي دوله تانية بتبعت اغاثه لايرلندا كانوا بيقفوا فيها بيعرقلوها
او بياخدوها. حاسه ان انا بلقح. انت فاكر ان بعد كل ده بريطانيا خلاص بقت تسكت وتهدى؟ لا، دي كل ما المجاعة كانت بتزيد كل ما كانوا بيفرضوا ضرائب اعلى. يعني لا عايزين يساعدوا ايرلندا اللي واخدين خيرها، ولا حتى عايزين حد يساعدها. اسقط بقى الحدوته اللي انا بحكيها لك دي على وقتنا هذا، انا ما قلتش حاجه. المهم المجاعه استمرت لمده 7 سنين، خدت اجيال كتيره جدا عشان ايرلندا تقدر انها تستقر وتبقى كويسه. طب دلوقتي المجاعه دي حصلت بسبب فطر. الفطر ده نشط او انتشر او ابتدى ان هو يترعرع كده ويزدهر عشان اتنقل من مناخ لمناخ تاني. طيب ما دلوقتي بيحصل تغير مناخ على الكوكب كله، بس احنا اهم عندنا حاجة مصر. هل بقى مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة اللي بيحصل في مصر، هل في آفة، مرض، فطر، عفن، أيا يكن ممكن ينشط في مصر ويدمر لنا المحاصيل الزراعية بتاعتنا؟ والله يا ابني كان نفسي أقولك لأ، بس للأسف في كام حاجة كده مع زيادة درجة الحرارة هتضرب محاصيلنا. الصدى الأصفر أو اليلو راست يعتبر واحد من التهديدات الرئيسية اللي بتضرب القمح عالميا وفي مصر تحديدا، وده طبعا تغير المناخ ساعد في انتشاره. تاني حاجة هو البياض الضغطي أو داوني ميلدو، مرض معروف إن هو بيصيب العنب في مصر، وطبعا زاد انتشاره مع ارتفاع درجة الحرارة. تالت حاجة هو مرض الطماطم أو التوماتو بلايت، ده مرض بيضرب الطماطم في موسم الصيف، واتربط انتشاره جامد بزيادة درجة الحرارة. رابع حاجة معانا وهي فطر الفيوزيريوم، ده يعتبر تهديد رئيسي لمحاصيل الطماطم والموز في مصر، وبرضه اتربط انتشاره بارتفاع درجة الحرارة. خامس حاجة معانا وهي الفول أرمي وورم، دي تعتبر آفة بيزيد انتشارها في مناطق زراعة الذرة في مصر نتيجة تغير المناخ. تغير المناخ، فانت لو مش عارف حاجة عن تغير المناخ او الكلايمت تشينج فدي حلقة عن تغير المناخ كامل لامم كل حاجة عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه. روح اتفرج عليها على قناة اليوتيوب. انا عندي قناة على اليوتيوب من 2017 والله اسمها روان المهدي. روح بقى هناك اعمل سبسكرايب، وما تنساش تعمل هنا فولو، واستنى حلقة عن تقديس الإيطاليين للمكرونة، ويا ترى ده حصل ليه؟